تخيل معايا إن عندك صورة مهمة بس مش واضحة، أو الخلفية بتاعتها مش مناسبة، أو نفسك تضيف فيها حاجة جديدة. النهاردة هعلمك إزاي تعدل في أي صورة بدون برامج ومجانا. هتعرف إزاي توضح الصورة الغامقة اللي هي مش واضحة، وإزاي تغير الخلفية، وإزاي تعدل اللبس، وكمان تضيف عناصر جديدة للصورة، وكل ده بخطوات سهلة جدا. فركز معايا للنهاية عشان ما تفوتش ولا خطوة. واللي إذا ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا كنت مشترك في القناة ما تبخلش علينا باللايك والكومنت، وتابع معايا الشرح للنهاية. أول حاجة هتخش على جوجل وتكتب في جوجل بالإنجليزي، جوجل AI ستوديو، وتدوس وتخش عليه على موقع جوجل AI ستوديو. بعد ما يفتح معاك جوجل AI ستوديو هتخش على نانو بنانا. هنا نرفع له الصورة اللي احنا عاوزين نوضحها، بس قبل ما نرفع الصورة نخش على ترجمة جوجل عشان يجي يعمل لنا المطالبة احترافية. يعني لو كتبت بالعربي هيعملها لك، بس لما بتكتب بالعربي بيطلعها لك مش دقيقة أوي، إنما لما تكتب بالإنجليزي بيطلعها لك دقيقة. لو أنت بتعرف تكتب بالإنجليزي اكتب بالإنجليزي، لو مش بتعرف اعمل نفس اللي أنا بعمله. هتخش تكتب له عاوز بالعربي توضيح وتلوين الصورة. بعد ما كتبت له عاوز توضيح وتلوين الصورة هتاخد الكلام ده كوبي نسخ نانو بنانا، ترفع له الصورة، تحط الكلام هنا باست، وتدوس رن، وتنتظر لغاية ما يعمل لك الصورة. بعد ما عمل لنا الصورة زي ما احنا شايفين الصورة طلعت احترافية. نشوفها مع بعض كده. زي ما احنا شايفين عملها بطريقة احترافية. بص الفرق ما بين الصورتين، يعني دي صورة مش واضحة أوي. طب تعالوا نجرب حاجة تاني. نخش على الترجمة، تعالوا نغير الخلفية، نكتب له عاوز تغيير خلفية الصورة الأولى بالصورة الثانية. ناخد الكلام ده كوبي، نرجع على الموقع، نرفع له الصورة الأولانية اللي احنا عاوزين نغير الخلفية بتاعتها، نرفع الصورة التانية اللي هي الخلفية اللي احنا عاوزين نحطها. يعني الصورة اللي احنا عاوزين نغير لها الخلفية، لو بصينا أنا ورايا جبل وورايا ناس وبتاع، فاحنا عاوزين نغير الخلفية اللي ورايا دي الأهرامات، وندوس رن وننتظر لغاية ما يعمل لنا الصورة. زي ما احنا شايفين طلع الصورة بطريقة احترافية. تعالوا نشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين الصورة يعني بطلعها بوضوح وبدون علامة مائية. والجميل في الموقع دون ان هو مجاني، تقدر تعمل منه كذا صورة، يعني تعمل منه صور كتير. تعالوا نجرب حاجة تاني، نرفع الصورتين. تعالوا نغير اللبس مثلا، نخش على الترجمة ونقول له عاوز تغيير أو لبس الصورة الأولى بالصورة الثانية. تمام. ناخد الكلام ده كوبي نسخ، نرجع للموقع بتاعنا ونحطه هنا، نغير لبس الصورة الأولانية بالصورة التانية. تعالوا نشوف كده النتيجة هتطلع لنا وهنا بعد ما عمل لنا الصورة هنا غير لنا اللبس. تعالوا نشوف الصورة مع بعض. زي ما احنا شايفين عملها بطريقة احترافية. تعالوا نجرب طيب نضيف له صورة، نضيف حاجة للصورة. نخش على الترجمة ونكتب، نقول له نخليه يشرب العصير، ونرفع كوباية العصير أو أي حاجة أنت عاوز تضيفها للصورة بترفعها وتحط الكلام بتاعك هنا. بعد كده تدوس رن، تنتظر لغاية ما يعمل لك الصورة.
بعد ما اخلص الصورة تعالوا نشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين خلاه يمسك العصير. اول حاجة وضحنا الصورة اللي كانت مش واضحة وضحناها. بعد كده غيرنا خلفية الصورة، وبعد كده غيرنا اللبس بتاع الصورة، وبعد كده ضفنا للصورة ان هو يشرب العصير. فكده قدرنا نعمل كذا حاجة. فالصراحة الأداة دي بتاعت نانو بنانا أداة يعني تقدر ان انت تعمل بيها حاجات كتير. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. شوفنا مع بعض ازاي نقدر نعدل الصور ونوضحها ونغير الخلفية واللبس، وكل ده مجانا وبدون اي برامج. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة، وتشارك الفيديو مع اصحابك عشان الكل يستفيد. واكتبولي في التعليقات رأيكم. ولو حابين اي فيديو اشرحه لكم في الفيديوهات الجاية اكتبهولي برضك في التعليقات.